أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست طب بجد مش هبد. النهاردة هنتكلم عن الوقت اللي مش بنحسبه بالساعات، الوقت اللي بنحسبه بالانتظار، بالأمل، بالدعاء. في بيوت كتير عندهم لحظة بيقف فيها الزمن، لحظة انتظار الخبر السعيد، اللحظة اللي فيها الأمل والخوف بيبقوا ماشيين جنب بعض. الحمل مش مجرد حدث بيولوجي، الحمل هو عبارة عن رحلة طويلة من الألم والتعب والانتظار. النهاردة هنتكلم عن وجع الانتظار ده مع دكتور محمد جميل، استشاري الحقن المجهري وتأخر الحمل، علشان يفهمنا إزاي الطب يقدر يكون أداة علمية تخفف الضغط عن أي زوجين. حلقتنا النهاردة هتكون رحلة إنسانية فيها حلول طبية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا ريان، مرحبا. يا دكتور محمد، حضرتك بتشوف حالات كتير، كل حالة بتكون بتشوف نظرة الترقب في عينيها. ازاي بقى بتتعامل مع النظرة دي اللي بتشوفها دايما في عين المريضة؟ بصي، هو في ناس كتير قوي دايما مش بس بتعتمد على الكلام اللي خارج من بق الدكتور وهو بيديها التعليمات او بيقول لها برنامج العلاجي، لا دايما بتبقى باصه في عينيه. كويس. احيانا دي بتبقى حاجه ايجابيه واحيانا بتبقى حاجه سلبيه، لانه الدكتور ممكن يكون في الوقت دوت مشغول بحاجات طبيه، مش مشغول بان هو يطمن المريض، فممكن انشغاله دوت ينعكس على الامبريشن اللي هي واخده عنه اثناء الكلام. لذلك اللي انت بتقوليه ده مهم جدا، والنظره اللي احنا بنشوفها في عينين المريضه او زوجها اثناء ما بنديهم قرار معين، وخصوصا لو القرار دوت قرار مصيري او قرار ممكن يكون مش احسن حاجه بالنسبه لها، بتبقى مهمه جدا. ومهم جدا ان احنا لما نشوفها نعرف ازاي نطمنها. في وقت بنكون حريصين ان احنا ننطلق في البرنامج الطبي وننطلق في البروتوكول العلاجي وننطلق في التعليمات اللي هي لازم تعملها وما تغلطش فيها، فبنكون مركزين اكتر على انه بنتكلم بلهجة حازمة، وانه لازم كذا والمواعيد كذا والجرعة كذا والنهاردة هناخد امبولين وبكرة هناخد امبول واحد وهكذا. وفي اوقات تانية بيبقى في مجال ان احنا نستفسر وناخد وندي ونطمن ونسمع كل حاجة قلقاها. طبعا هو ده موجود على طول، بس اكتر وقت ممكن يكون فيه النظرة المترقبة دي موجودة الوقت اللي بتكون المريضة ممكن تكون جاية بعد عدم نجاح عملية الحقن المجهري ومنتظرة تشوف في عينين الدكتور بتاعها هي المفروض تعمل ايه الخطوة اللي جاية. فدايما التواصل بيكون على حسب الموقف وبيكون على حسب أهمية الموقف. في النهاية الرسالة أهم حاجة عندنا إنها توصل صح. يا دكتور، دلوقتي السوشيال ميديا بقت عبء على كل مريضات تأخر الحمل. بتشوف بقى التحاليل الإيجابي حمل لأي حد تعرفه، بتشوف الحفلات بتاعة الكشف عن نوع البيبي، الحاجات اللي شبه كده بتبقى مؤلمة شوية. منهم ناس كتير طبعا بتتأثر. فنصيحة حضرتك بقى كدكتور ليهم في الفترة المؤلمة دي، يعني يعملوا ايه؟ يتعاملوا ازاي لما يشوفوا حاجات زي كده؟ بصي، هو موضوع السوشيال ميديا دوت أكتر حاجة دلوقتي عاملة لنا مشكلة في التخصص بتاعنا ده بالذات. يمكن التخصصات التانية مش بتعاني زينا، لأن أكتر الحاجات اللي فيها أفكار وحاجات مترقعة وحاجات صح وحاجات غلط وحاجات ما أنزل الله بها من سلطان هو التخصص بتاعنا دوت. ليه؟ لأنه بيشتغل على أمل، ولما أنتي بتخاطبي في المريضة أمل وعاطفة ورغبة شديدة وجامحة في إنها تبقى فأي حاجة ممكن تتصدق وأي حاجة ممكن تتقال وأي حاجة ممكن المريضة تيجي عندها وتقف وتقول أيوة هو ده اللي حصل معايا، هو ده اللي أنا المفروض أعمله، هو ده اللي أنا ما عملتوش. فلذلك نصيحتي دايما للمريضات بتوعي، يعني أنا دايما أقول أنا مرة عملت فيديو كده قلت اخرب بيت اللي جاب شات جي بي تي. كويس. طبعا يعني أنا كنت بهزر في الفيديو دوت، بس هي الفكرة إن أنا كنت عامل الفيديو دوت في وقت جات لي كذا مريضة ورا بعض، اصل احنا دخلنا سالنا شات جي بي تي، اصل احنا دخلنا سالنا شات جي بي تي على حاجات مصيريه وفي منتهى الاهميه.
فدايما نصيحتي طالما بدأتي البرنامج وقفي بقى، وقفي متابعة السوشيال ميديا، ووقفي، لأن الحاجات دي إذا كنت انت قلقانة طبيعي أي حد في الموقف ده بيكون قلقان. إذا كنت انت قلقانة إيراد فمتابعتك هتخليكي قلقانة 24 إيراد. النقطة التانية اللي انت ذكرتيها دلوقتي في سؤالك، المقارنة. المقارنة هي العدو الأول للمريضة اللي بتمر بالظروف دي. هي بتقارن نفسها بفلانة وبتقارن نفسها بعلانة، ومن جواها بتتمنى إنها تكون في الموقف دوت، اللي هو الموقف المفرح، الموقف اللي فيه بيعلنوا عن نوع المولود أو بيختاروا أسماء أو اختبار حمل إيجابي أو. فالمقارنة دي ضغط رهيب فوق الضغط اللي هو اوريدي عندها. مش بس المقارنة، كمان في حاجة احنا بنسميها يعني نقدر نقول عليها كده ايه، الترقب. المريضة مترقبة حاجة معينة، فاللي هي بتشوفه دوت بيعلي حس الترقب الإيجابي عند بعض الناس والسلبي عند بعض الناس. والترقب ده ممكن يشغلها عن الحاجة الأساسية اللي هي بتعملها دلوقتي. ايه الحاجة الأساسية اللي هي بتعملها دلوقتي؟ البرنامج العلاجي اللي هي ماشية عليه، التعليمات، الحقن، المواعيد، التحاليل اللي هتتعمل دورية مثلا علشان خاطر نقيس بيها حاجة معينة. فالترقب اللي هيشغلها عن اللي موجود دلوقتي اللي هي بتعمله دلوقتي، طبعا لو كان سلبي دي مصيبة. هي مثلا بصت على الحاجة أو بصت على الإعلان أو بصت على الحدث اللي موجود على السوشيال ميديا وبدأت تقول طب أنا لو ما حصلش كده معايا هعمل إيه؟ طب أنا لو دخلت عند البوينت ديت ولقيت اختبار الحمل مش إيجابي هعمل إيه؟ القلق دوت حقيقي في دراسات كتيرة جدا حاليا بتقول إنه ممكن يكون سبب من أسباب الفشل. طبعا هو عمره ما هيكون سبب مباشر، لأن أي حد بيمر بالعملية ديت أكيد عنده قلق، ولكن الإفراط الشديد في القلق دوت ممكن يكون مؤشر مش كويس خالص، وممكن يكون مؤثر على انتظام الهرمونات وبالتالي مؤثر سلبيا. لذلك أنا بقول إن الفترة ديت نبعد عن السوشيال ميديا، نبعد عن المقارنات، نخلينا في الواقع، لأن اللي انت بتشوفيه على السوشيال ميديا ده نتيجة، والنتيجة دي ما تخصكيش. ركزي في رحلتك انت عشان ربنا يكرمك انت بنتيجة أحسن من اللي انت شايفاه. دايما المجتمع يا دكتور بيلوم الست، او الست نفسها بتلوم نفسها. المجتمع مش بيلوم الراجل، ففين الراجل بقى من المعادلة دي؟ وهل بيحس بالذنب ولا لا؟ ده من خبرة حضرتك كده مع الحالات. بصي، هو يعني أنا ليا جملة مشهورة يمكن المريضات بتوعي كلهم سمعوها مني، إنه مفيش راجل بيخلف لوحده ومفيش ست بتخلف لوحدها. المشاركة هي الإجابة. والمشاركة مش بس معناها إن احنا نشارك بعض في الزيارات مثلا للطبيب أو الاهتمام بالموضوع، أو إن كل واحد يعمل اللي عليه سواء تحاليل أو أشعات أو متابعات أو whatever إيه اللي ممكن هو بيكون بيعمله في الفترة ديت. يعني لا، المشاركة معناها إنه يكون في دايما حوار. السؤال أو التصنيف لو احنا صنفناه إنه الست أكتر، لا الراجل أكتر، لا ده العيب من عنده، لا ده العيب من عندها. وطبعا اللي انت بتتكلمي فيه دوت حاجات بنشوفها كل يوم في العيادة وحاجات واقعية. ودورنا مش بس ان احنا ندي روشتة ونقول تعليمات صماء، لا احنا دورنا برضو ان احنا لازم نعرفهم اثناء الرحلة دي ازاي يكون في مشاركة. المشاركة تعني الصراحة، المشاركة تعني الطمأنة، المشاركة تعني انه ما ينفعش اقول لا ده العيب منك وانت تقولي لا العيب مني، والزوجة اهلها يقولوا لا ده احنا بنتنا زي الفل، واهله يقولوا لا ده احنا ابننا زي الكلام دوت موجود بنشوفه. وبنشوفه في ارقى المستويات وفي اقل المستويات الاجتماعية. والحل الحقيقة عمره ما هيكون شافي ووافي الا لما الاتنين يعيشوا تجربتهم لوحدهم بعيدا عن اي مؤثرات خارجية. زي ما كنا بنتكلم عن موضوع السوشيال ميديا، برضو لازم نبعد عن الضغط العائلي والاجتماعي. شافتها صاحبتها هو لسه ما فيش حاجة في السكة، قريبتها اللي كانت مسافرة ورجعت ايه ده انت لحد دلوقتي لسه ما فيش بيبي. الحاجات ديت من اكتر الحاجات اللي بتمثل عبء على الأسرة
اللي ماشيه في برنامج الحقن المجهري او برنامج تاخر الحمل اكتر من البرنامج العلاجي نفسه، واكتر من القرارات الطبيه نفسها. لذلك في 40% من الاسباب تخص الزوج، وفي 40% من الاسباب تخص الزوجه، وفي حاجه اسمها تاخر حمل غير معلوم السبب. تاخر الحمل غير معلوم السبب دوت يمثل 20%. الزوجه كويسه زي الفل والزوج كويس زي الفل، ومع ذلك ما بيحصلش حمل. فاحنا دورنا بدل ما نقول الراجل المفروض يعمل او الست المفروض تعمل. وعاوز اقول لك حاجه برضو، الست دايما بيبان عليها قلقها، والست دايما بيبان عليها التاثر، لان هي دي يعني خلقه ربنا في الست، فترة اكتر عندها. بالظبط. فممكن الراجل مش باين عليه حاجه خالص، بس هو جواه آلام وصراعات اكتر من اللي جوه الست 1000 مره. واحنا ساعات بنسميه ظاهره وجع الزوج الصامت، اللي هو يبان قدام الناس ان هو مش مشارك ومش مهتم، لكن هو في الحقيقه شايل هموم الدنيا كلها على دماغه. بس هو لازم يبان قوي ويبان داعم ويبان مسؤول عن ان هو يوفر الماديات ويوفر الدعم ويوفر الحاله النفسيه اللي تخلي الزوجه تكمل في البرنامج ده. الحقن المجهري يا دكتور عمل نقلة في عالم تأخر الحمل، وفتح باب أمل لكتير جدا من الناس، بس كمان في ناس كتير بتعتبره الحل السحري، يعني دي حاجة كده سحرية. فعايزة أعرف من واقع خبرة حضرتك إمتى يكون الحقن المجهري هو الاختيار الصح، وإزاي بنهيئ الزوجين أصلا قبل الرحلة دي ما تبدأ؟ والله هو سؤال مهم جدا، والنقطة اللي انت ذكرتيها دي بالذات أنا هقف عندها شوية، إن إنه الحقن المجهري هو الحل السحري. في الواقع الحقن المجهري ما هو إلا وسيلة أو طريقة ربنا سبحانه وتعالى نورها لنا علشان خاطر نرفع نسب الحمل. يعني الأزواج اللي بتلجأ للحقن المجهري بعد 2 3 4 5 نسب حدوث الحمل الطبيعي عندهم ممكن تكون وصلت 3% 5%. يعني احنا لينا نسبة كده معينة بنقول انه مع العلاقة الزوجية المنتظمة، ان الزوج موجود بانتظام ما بيسافرش ولا حاجة وما بيحصلش حمل، خلاص بنقول ان النسب دلوقتي نسب حدوث الحمل الطبيعي ما بتزيدش عن 5%. الحقن المجهري هو حل سحري فعلا، بس مفيش حاجة في الطب، مش في الطب، في الدنيا كلها مفيش حاجة اسمها 100%. الحاجة الوحيدة 100% هي وجود ربنا سبحانه وتعالى. أي حاجة تانية قابلة للتغيير وقابلة لاحتمالات وقابلة للنسب. فحدوث الحمل في الست دي أو في الزوجين دول في الشهور العادية 5%. احنا بنقدم لهم طريقة بترفع النسب دي 10 أضعاف. لما نقول ان الحقن المجهري نسب نجاحه تتراوح من 40 ل 60%، يعني نقول متوسط مثلا 50%، يعني كل 10 سيدات بيحمل منهم 5، يبقى احنا كده رفعنا النسب اللي هي 5% 10 أضعاف. هو ده الفكرة اللي احنا لازم نوصلها ونقولها للناس بشكل علمي وبشكل دقيق، انه صحيح هو حل ممتاز، وصحيح هو حل مهم بعد ما فشلت حلول كتير، وبيختصر وقت كبير جدا. يعني تخيلي ان كده هو وفر معانا مثلا شهور وسنين لما رفع النسبة 10 أضعاف. فالحقن المجهري فعلا نقلة كبيرة، ولكنه مش عصاية سحرية. الحقن المجهري قبل ما ندخله، لو احنا مش عارفين ان احنا داخلين على خطوة لها نسب نجاح ونسب عدم نجاح، وانه احنا يهمنا في الاخر انه يحصل حمل، احنا عاوزين ربنا يكرمنا بحدوث الحمل. التحدي مش ان انا داخل اعمل حاجة ولازم انجح فيها، لا، التحدي ان انا عاوزة احمل. فممكن بعد ما نعمل حقن مجهري وما يحصلش نصيب، تيجي بعدها بشهرين 3 حامل. نكون وصلنا لمشكلة او تشخيص، عرفنا اثناء برنامج الحقن المجهري ان انت عندك مشكلة لم نكتشفها قبل ذلك. فبالتالي الحقن المجهري صحيح محطة، ومحطة مهمة، ولكنها مش محطة نهائية، مش محطة أخيرة. فكده هنتنقل للسؤال اللي بعده، اللي هو لو المحاولة ما نجحتش، العالم طبعا بيسود في نظر الزوجين بالذات السيدة.
عايزه اعرف بقى دكتور محمد بيوصل للنتيجه السلبيه ازاي؟ ده السؤال، بوصل النتيجه ازاي؟ طيب لو كانت سلبيه يعني للاسف. بصي، هو احنا طبعا احنا للاسف احنا اللي بنتلقى النتيجه مش بنوصلها. يعني المريضه بتيجي بعد 14 يوم بنكون كاتبين لها على الورقه بتاعه روشته النقل، روشته نقل الاجنه، كاتبين لها موعد تحليل اختبار الحمل. فالمريضه بتعمل الاختبار وهي اللي بتتواصل معانا بعدها في نفس اليوم. طبعا احنا بنطلب المريضات اللي ما بيكلموناش، احنا بنطلبهم ومعانا المواعيد ومعانا كل حاجه. فاحنا اللي بنتلقى من المريضه الخبر السعيد او الخبر السيء. طبعا اثناء التلقي بتاع الخبر دوت ممكن ما يكونش مباشر معايا انا، ممكن يكون مع حد من المساعدين بتوعي. بس هو الاهم من اللقطه بتاعت الخبر ولحظه حدوثه الزياره بقى، الزياره اللي بتجيلنا فيها المريضه. احنا بنشوف المريضه بتاعتنا بعد 10 ايام تقريبا، سواء حصل حمل او لا. لو حصل حمل بنشوفها عشان نبدا نشوف كيس الحمل ونبدا نتابع الحمل ان شاء الله. لو ما حصلش حمل بننتظر الدوره تنزل ونشوفها بعد انتهاء الدوره، عشان برضو نطمن على الرحم، نطمن على المبيض، نطمن ان احنا ما عندناش اي مشكله متعلقه بالاجراء اللي احنا عملناه اللي هو اجراء الحقن المجهري. في الزياره دي في حاجات كتير قوي بتدور في دماغ المريضه، وفي حاجات كتير قوي عايزين نقولها للمريضه. لو ما وصلناش لخط معين من التفاهم عمرنا ولا هي هتعرف تستريح وتلاقي إجابات عن اللي في دماغها، ولا احنا هنعرف نوصل لها اللي احنا عاوزين نوصله لها علشان تكمل رحلتها إن شاء الله. فالزيارة دي مهم جدا جدا إن احنا نقول لها إنه اللي حصل ده ما اسموش فشل، لأن انتي مش كنتي بتلعبي جيم وفشلتي، أو مش كنتي عاوزة تعدي حاجز ومعرفتيش تعديه. لا، انت كنتي بتعملي محاولة حقن مجهري، محاولة حمل، محاولة لان انت تكوني المحاولة دي ما نجحتش. هنا بقى الفشل ده احنا بنحوله عندنا لنجاح. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله دوت؟ الفشل ده يساوي عندي داتا، يساوي عندي بيانات. ايه هي البيانات دي؟ المريضة اللي قاعدة قدامي دلوقتي في الزيارة من اول ما جات لي، بلاش من اول ما جات لي، من اول ما اتجوزت اصلا لحد الزيارة اللي هي قاعدة فيها قدامي دلوقتي، لها فايل مكتوب فيه بدقة كل التفاصيل بتاعتها. الفايل ده أضيف عليه إنها خدت كذا علشان نديها تنشيط، إنها سحبت كام بويضة، جودة البويضات كانت كذا، تحليل الزوج كان كذا، لما حققنا البويضات ديت بالحيوانات المنوية بتاعت الزوج كانت نسبة التخصيب كذا، ونقلنا كذا جنين على بطانة رحم شكلها كذا، والمريضة دي ما حملتش. كل الداتا دي بقى مهمة جدا جدا عندي علشان أنا باخد منها معلومات تنفعني في المحاولة القادمة إن شاء الله، أو حتى تنفعني في إن أنا أبدأ أوجهها إنها تحاول تحمل طبيعي. المريضة في الحالة دي بتقتنع؟ يعني لما بتقنعها ان ده حاجة بوزيتيف وبعد كده نجرب تاني ممكن ان النسب تبقى اعلى في انها تنجح، ولا برضو يعني خلاص هي بتبقى قفلت الدنيا معاها بقى؟ بصي، احنا مقتنعين تماما ان اللحظة دي لحظة اختبار الحمل السلبي، لحظة صدمة، ومن حق المريضة انها تزعل وتعيط وتاخد لها وقت تحزن فيه على حاجة هي بذلت فيها مجهود وحاجة كانت بتتمناها من ربنا ولسه ربنا سبحانه وتعالى ما أذنش. لكن ان احنا نقف عند اللحظة دي ونقف عند الحزن ده ونقف عند العياط دوت، يبقى احنا كده ماشيين بالعكس. اللي احنا بنعمله ده المفروض انه دي خطوة في الطريق. لو ما اقتنعتش باللي انا بقوله في الوقت دوت، ممكن يكون نتيجة توتر، نتيجة قلق، نتيجة حزن شديد، نتيجة مشاكل اجتماعية زي ما قلنا قبل كده تخصها أو تخص الزوج أو تخص المحيطين والقرايب وهكذا. فبرضو من حقها إنها تسمع الحاجة وما تقتنعش. بنسبة 90% هي هتقتنع إن شاء الله، يعني لأن احنا بنقول لها الحقيقة بشكل محترم وراقي. ولو ما اقتنعتش وهي قاعدة قدامي، ممكن بعد ما تروح وتتناقش مع جوزها في الكلام اللي احنا قلناه تقتنع. ولو ما اقتنعتش حتى أكيد في زيارة تانية هنشوفها فيها وهنتكلم وهنفهمها كل حاجة بمنتهى الشفافية وبمنتهى الأمانة،
علشان في النهاية برضو لازم تقتنع. طيب يا دكتور، هل الحقن المجهري هو الحل الأخير؟ الحل الأخير سؤال حلو جدا وبرضو بنسمعه كتير. الحقن المجهري هو خطوة بنرفع بيها النسب. الخطوة دي الناس أحيانا بتقول عليها إنه خلاص بقى أنا مش عاوز ألجأ لده، أو خلاص بقى أنا هلجأ لده. لو المريضة حطت في دماغها إن ده الحل الأخير، يبقى هي لو عملت وما حصلش نصيب ممكن علاقتها الزوجية مع جوزها تنهار، أو ممكن هي نفسها تنهار. ولكن إحنا بنقول إيه؟ بنقول إنه مسألة تأخر الحمل عبارة عن خطوات بنمشيها. في الخطوات دي من ضمنها الحقن المجهري. فالمريضة دي في الوقت ده أنسب حاجة ليها هي الحقن المجهري. والله يعني ممكن نعمل حقن مجهري وتحمل وتولد، وبعدين بعدها ب4-5 شهور نبص نلاقي جايه حمل لوحدها من غير حقن مجهري. وممكن نعمل حقن مجهري وما تحملش، وبعدين نرجع نبدأ معاها خطة تانية وتحمل طبيعي. فالحقن المجهري خطوة المفروض تتعمل في وقتها. ممكن تتعمل بدري جدا، وممكن ناخد فرصة كبيرة جدا ونتأخر جدا. المهم إنها تتعمل في وقتها. هل الحقن المجهري ليه مضاعفات؟ بصي، هو أي قرص برشام بتاخديه عشان الصداع حتى له مضاعفات. مفيش دواء في الدنيا اتعمل ملوش مضاعفات. والحقن المجهري إجراء طبي زيه زي أي إجراء طبي. بس في الواقع يعني أنا دايما بقول للمريضات بتوعي الحقن المجهري ده عبارة عن شوية حقن. الحقن المجهري فيه خطوة واحدة اللي هي تعتبر عملية، اللي هي خطوة سحب البويضات، ولكنها عملية بسيطة جدا. مش عاوز أقول يعني ممكن نعملها من غير بنج خالص لو السيدة هتستحمل. يعني حتى البنج اللي بتاخده ساعات بيسألوني هو كلي ولا نصفي، بقول لهم ولا كلي ولا نصفي، احنا بنديكي شمة كده لحد ما نلقط البويضات اللي احنا عاوزينها، وبعد كده بنصحيكي تاني. فهو فعلا خطوة سحب البويضات اللي هي الخطوة الوحيدة اللي فيها تخدير، دي خطوة بسيطة جدا وما بتستغرقش من 10 دقايق لنص ساعة مثلا، بالكتير نص ساعة. فالحقن المجهري نفسه عبارة عن تنشيط، فسحب بويضات، فنقل أجنة، ما فيهوش أي حاجة خطيرة. وبرضو الحاجات الخطيرة اللي حصلت قبل كده في خلال السنين الطويلة جدا اللي بقالنا مثلا دلوقتي، هو من سنة 79 أول طفلة اتولدت من الحقن المجهري لحد دلوقتي مش عارف كام و40 سنة هو. فطبعا احنا اتعلمنا حاجات كتير قوي في بروتوكولات التنشيط وفي طرق الأمان. ومن أشهر الحاجات اللي ممكن تكون خطورة أو مضاعفة في الحقن المجهري هي مسألة فرط التنشيط، اللي ممكن بسببها المريضة توصل لدرجة انها تخش العناية المركزة مثلا. الحاجات دي دلوقتي بقينا نعمل حاجة اسمها OHSS كلير، او احنا بنسميها ايه فري OHSS فري كلينكس. يعني ايه؟ عيادات خالية من فرط التنشيط. فرط التنشيط اللي هو مشكلة كبيرة جدا دلوقتي، في بروتوكولات موجودة نتجنب بيها فرط التنشيط. بس المهم نكون عارفين احنا هنعملها مع مين، ومين المريضة اللي ممكن تكون عرضة لفرط التنشيط. فكل ما زادت الخبرة بتاعت الدكتور والخبرة بتاع المكان اللي بيعمل الكلام دوت، كل ما قلت المضاعفات طبعا. طيب، هل دكتور محمد جميل بينصح بتكرار محاولة الحقن المجهري؟ واحنا يعني عندنا كم مرة كده ممكن المريضة تحاول فيهم حقن مجهري؟ عظيم، برضه سؤال مهم جدا. يمكن الكاست اللي معانا النهاردة مشكورين، من حوالي 5-6 سنين كانوا معايا كده في برنامج، او كانوا معايا في حلقات بنصورها، وطلبوا مني دراسة ابعتها لهم عن عدد المرات بتاعت الحقن المجهري. كنا اتكلمنا يعني عن ان احنا قلنا ان احنا ممكن نعمل 6 مرات الحقن المجهري، وقالوا لي طب فين الدراسة دي عشان نرفقها بالفيديو واحنا بننزله يعني. في الواقع هو تكرار الحقن المجهري بيرفع الفرص، لان زي ما قلنا قبل كده احنا عندنا حاجة اسمها نتائج الحمل، نتائج الحقن المجهري التراكمية. فكل ما زودنا عدد مرات الحقن المجهري كل ما زودنا نسب النجاح. فالتكرار عبارة عن ستيب أو خطوة من خطوات نجاح الحقن المجهري. دي حاجة. الحاجة التانية، لحد كام مرة ممكن تعمل المريضة؟ الحقيقة أنا يعني قابلت ناس كتير فايتر، يعني ناس أنا عندي مريضة قريب بتعمل معايا المرة ال 12، عملت 11 مرة قبل كده، من ضمنهم مثلا آخر 3 مرات معانا، ولحد دلوقتي ربنا ما حصلش نصيب.
هل في ليميت؟ لا، هو الحقيقه ما فيش ليميت. يعني المريضه ممكن تعمل اي عدد من المرات، لانها احنا زي ما كنت بقول مثلا قبل كده، انه احنا بدل ما بيحصل علاقه زوجيه عاديه، احنا بناخد البويضه وبناخد الحيوان المنوي وبنحقنهم في المعمل وبننقل جنين كامل داخل تجويف الرحم، فبنختصر خطوات كتير قوي. فعدد مرات الحقن المجهري ما اعتقدش ان في جايد لاينز او توصيات علميه بتقول ان في عدد نهائي من المرات. لكن المريضه تعمل لحد كم مره؟ والله المريضه لو عندها الامكانيات النفسيه والماديه والجسمانيه برضو، طبعا ما نجهدش المريضه انها ندخلها كل شويه في محاولات ورا بعضها. عدد 6 مرات، عدد 6 مرات ده عدد تقريبا بيوصل فيه نسب النجاح لأكتر من 95%. يعني لو سيدة عملت 3 مرات فهي دلوقتي نسبها تقريبا وصلت 85%. لقوا ان الناس اللي بتعمل 6 مرات حقن مجهري أكتر من 95% منهم بيحملوا. فالحقيقة مفيش عدد معين عندي هأوصي بيه، لكن التكرار بيرفع النتائج. عندي فضول بقى، يعني سؤال فضولي. هل في مريضة قبل كده حضرتك قلت لها توقف محاولات؟ توقف محاولات؟ طبعا. مم. وعدد معتبر من المرات، مش مرة ولا 2 يعني. على أساس إيه بقى حضرتك ممكن تشوف إنها لازم توقف يعني محاولة؟ بصي، هو في قاعدة عندي كده وتعلمتها من أساتذتي، يعني إنه أيا كان عمر السيدة، طالما عندها رحم كويس وعندها مبيض نقدر نطلع منه ولو بويضة واحدة، فمن حقها إنها تحاول أيا كان سنها. فبالتالي لو مفيش رحم كويس أو مفيش مبيض أقدر أطلع منه بويضة كويسة، فأنا هنصحها إنها توقف طبعا. دي الحالة الوحيدة اللي احنا ممكن نعمل كده. السؤال ده مش جديد، هو بيتسأل كتير جدا، وما زالت كل مريضات تأخر الحمل بيسألوه. هل تقدر إنها تحمل طبيعي بعد ما عملت حقن مجهري وفشل؟ طبعا، قولا واحدا طبعا. ومش بس مش بس طبعا، يعني بقولها كده عشان ادي امل للناس. لا، انا اخر حاجه لسه من النهارده يعني من يومين تقريبا، زوج مريضه كلمني وعاوز اقول لك ان كانت حالتهم صعبه جدا، وكانوا عاملين في مركز قبل ما يعملوا معايا البويضات ما كانتش كويسه والحيوانات المنويه ما كانتش كويسه، لدرجه ان هو اصلا ما تكونش عندهم ولا جنين. ولما عملنا من فضل الله رب العالمين ربنا اكرمهم بولد زي الفل معاهم دلوقتي، عمره تقريبا 3 شهور. ما شاء الله. المريضه كلمتني من كام يوم حامل، برغم ان تحليل الزوج ما كانش كويس خالص، الاي ام اتش او مخزون المبيض بتاع المريضه ما كانش كويس خالص، واحنا كنا داخلين على محاوله محفوفه بالمخاطر لانهم لهم تجربه سابقه مش كويسه خالص. وربنا اكرمنا ونقلنا اجلنا وحملت وولدت 3 شهور بالظبط وهي بترضع. جات لي حامل بدون حتى ما تفكر اصلا هي في انها تنظم دوره او تاخد برشام لمنع الحمل او اي حاجه. فطبعا ممكن ان شاء الله. هل ممكن الحمل نموه يتوقف بعد التأكد من حدوثه؟ بص يا ستي، احنا بعد ما بننقل الأجنة بندي المريضة تاريخ معين، نقول لهم اعملوا اختبار الحمل في الدم في التاريخ ده. ودايما بنحب الاختبار الرقمي، لأن الاختبار الرقمي بيبقى أدق من الكواليتيتيف أو الاختبار العادي اللي هو موجب أو سالب. بعض السيدات بيعملوا الاختبار الرقمي يطلع مثلا 2000 نتيجة الاختبار الرقمي. دي نتيجة ممتازة جدا جدا ومطمئنه جدا جدا، لدرجه ان احنا ممكن نقول لهم خلاص ما تعملوش تاني وهنشوفكم مثلا في الوقت الفلاني عشان نشوف الجنين في السونار. بعد شويه جت المريضه، بعد اسبوع، بعد 10 ايام جت المريضه وبنعمل السونار، لقينا مثلا الرحم فاضي او لقينا الكيس صغير قوي عن العمر او الشكل اللي احنا المفروض نشوفه. فقلنا لها لو سمحتي عيدي الاختبار الرقمي تاني. فعملت الاختبار الرقمي طلع 500. في الحاله دي لا، الحمل ده كده وقف. يعني الحمل أول ما عملنا الاختبار كان كويس جدا ومطمئن ونسبة هرمون الحمل في الدم ممتازة. بعد أسبوع 10 أيام انخفاض النتيجة بالشكل دوت مؤشر على إن الحمل ده بينزل، حتى لو مفيش دم نزل وكل الأعراض موجودة ومفيش أي حاجة. ولكن ده إجابة السؤال اللي انت بتسأليه دلوقتي، اللي هو أيوة ممكن بعد ما الحمل يبقى خلص حصل ومطمئن والمفروض ان بينمو وبيكبر كويس ومسك في الرحم زي ما بنقول كده بالبلدي، مسك في الرحم كويس، يتوقف نموه وما يكملش. كام جنين ممكن يتنقل للرحم يا دكتور
وليه ما ينفعش نقل عدد كبير؟ هو مفيش عدد ثابت، بس انا عاوز اقول لك معلومه في بدايه اجابتي للسؤال، ان في بعض الدول بتجرم قانونا نقل اكتر من جنين واحد داخل الرحم، من ضمنها تركيا. وانا شفت بنفسي في زياراتي لمراكز حقن مجهري جوه تركيا ممنوع اصلا، القانون مانع انهم ما ينقلوا اكتر من جنين واحد. بس هم لهم ظروف تانية، لان العمليه كلها بتبقى تبع التامين الصحي، والنظام الصحي هناك له تفاصيل تانية غير عندنا. فهم لو عندهم حتى 10 أجنة بيجمدوا ال10 أجنة على 10 أنابيب، ويبقى كده في 10 محاولات. طيب نرجع للسؤال بقى، كام جنين ممكن ننقله في المحاولة الواحدة؟ ممكن ننقل جنين واحد، وممكن ننقل 5. طيب ايه اللي بيحددنا وايه اللي بيخلينا ناخد القرار دوت؟ احنا بنعمل سكور كده انا ودكتور المعمل. السكور دوت بيبقى فيه سن المريضة، حملت قبل كده ولا لأ، عملت حقن مجهري ولا لأ، لما عملت حقن مجهري قبل كده حملت ولا لأ، لما حملت حملها كمل ولا سقطت، تحليل الزوج أخباره إيه، نسبة التخصيب أخبارها إيه، سن المريضة كام، هل في مشاكل داخل تجويف الرحم، هل في مشاكل في انتظام الهرمونات، هل في ضغط أو سكر. كل الحاجات دي بنعمل لها سكور كده، ونشوف المريضة دي هتاخد كام من 10 مثلا. فالمريضة مثلا اللي هتاخد 9 من 10 ممكن ننقل لها جنين واحد أو 2 بالكتير. المريضة اللي هتاخد 3 من 10 ممكن ننقل لها 4 أو 5 أجنة. في الحالة دي هو العدد الكبير مش معناه فرص أكتر، ولكن إحنا بنختصر المسافة شوية. يعني إحنا لو المريضة دي عارفين إن نسب نجاحها أصلا في الحمل قليلة، فإحنا ممكن نكتر عدد الأجنة شوية، بحيث إن إحنا بنقول عليها نديها فرصة قوية، بدل ما نديها 3 فرص. ال3 فرص نسبهم مش هتبقى عالية قوي، فنديها فرصة واحدة قوية، ولو ما حصلش نصيب ممكن نرجع نبدأ من الأول تاني. ايه التوقيت الأنسب يا دكتور لعملية الحقن المجهري؟ في سن مثالي لعمليات الحقن المجهري؟ التوقيت والسن. طيب التوقيت يعني الوقت اللي خلاص أخدنا القرار وهندخل المريضة برنامج الحقن المجهري. هو الحقيقة التوقيت حاجات علمية محفوظة يعني، وتعلمناها من أساتذتنا وبنعلمها لزملائنا الأصغر مننا، إنه المبيض لازم يكون له مواصفات معينة قبل ما أبدأ، الرحم وبطنة الرحم لازم تكون لها مواصفات معينة. والله لو المريضة ديت تقدر لو وزنها زايد وتقدر تخس شوية، ده هيفرق معانا كتير قوي في النتائج. هل الزوج لو عنده مشكلة ممكن نعالجها الأول قبل ما نبدأ. فبالتالي احنا العوامل دي لو وفرناها خلاص نقدر نبدأ بعد ما نختار البروتوكول المثالي. أما بالنسبة للسن فهو ما فيش سن معين، طالما المريضة عندها القدرة على إنتاج بويضات، وطالما المريضة عندها رحم كويس، وحتى لو مش كويس نقدر بإذن الله بدون شر يعني إن احنا نحاول نخلي الرحم ده كويس، خلاص ما فيش سن معين. ولكن برضو عشان أبقى أمين برضو في إجابة السؤال، في دراسات كتير بتقول إن بعد 43 النسب بتنخفض كتير. فكل ما كنا نقدر نعمل قبل سن 43 كل ما كان أفضل يعني. طيب يعني ده هياخدني بقى للسؤال الأخير في البودكاست، رسالة حضرتك لكل الناس اللي حاولت وفشلت وحست باليأس. والله بصي، احنا دايما بنقول انه احنا بنعمل حاجة نسب النجاح فيها للأسف قد نسب عدم النجاح بالظبط. يعني نسب النجاح في أحسن الأحوال 50%، 60%. بس احنا لازم واحنا بنخاطب الناس اللي قررت او حطت في دماغها انها كده خلاص يأست واكتئبت ومش هتكمل وان دي نهاية الدنيا، عاوزين نقول لهم انه الحقن المجهري لما بيحسبوا نسب النجاح بتاعته بيحسبوا حاجة اسمها cumulative pregnancy rate، يعني النجاح التراكمي. يعني ايه برضو؟ يعني المريضة اللي دخلت تعمل حقن مجهري لأول مرة وما حملتش، دي كده مش محسوبة عندنا في الكيوميولاتيف بريجنانسي ريت، لسه لها 2-3 كمان. لو ما حملتش تبقى تقول بقى، تبقى تحزن. يعني احنا لو عندنا ثبتنا العمر والحالة الطبية العامة والنسب
ان تحليل الزوج كويس او مستبعد، يعني الزوج ما عندوش مشكله، وبطانه الرحم والوزن. لو ثبتنا العوامل دي، انا بس عاوز اشرح يعني ايه اختبار حمل او نتيجه حمل تراكميه او نتائج الحقن المجهري تراكميه. لو جبنا 100 سيده عندهم نفس الظروف دي واحده، نفس العمر، نفس الوزن، نفس حاله الزوج كويسه يعني فاستبعدناه، نفس الامور الطبيه تقريبا، نفس بطانه الرحم اللي هي ان شاء الله كويسه، ال100 سيده دول دخلناهم نعمل لهم حقن مجهري، 40 منهم هيحملوا في اول محاوله. كويس. طيب هناخد ال60 اللي ما حملوش وهندخلهم محاوله تانية، 30 منهم هيحملوا في المحاوله التانية. يبقى احنا كده بعد محاولتين عندنا 70 سيده من ال100 حملوا، فاضل عندنا 30. ال30 هناخدهم ندخلهم محاوله ثالثه، هيحمل منهم 15. يبقى احنا بعد المره الثالثه عندنا 85 سيده حملوا. ال15 اللي ما حملوش بعد المره الثالثه ممكن ندخلهم محاولات، بس خلينا نقف هنا انه بعد المحاوله الثالثه عندنا 85 سيده من اصل 100 سيده حملوا. ده عندما يتم تثبيت الوزن زي ما قلنا والسن وحاله الزوج والكلام دوت، عشان احنا كده ممكن ندخل في نسب تانية لو انتقينا او خصصنا جروب معين مثلا بيعاني من حاجه معينه. لا، انا بتكلم على الناس اللي امورها كويسه، الظروف الطبيعيه. بالظبط، في الظروف الطبيعيه. فلما يكون عندي 85 سيده حملوا من اصل 100 بعد المحاوله الثالثه، المفروض ان دي حاجه تطمن الناس كتير قوي، وبرضه في نفس الوقت تفهمهم انه عدم نجاح الحقن المجهري من اول مره ما هياش نهايه الدنيا. انا عارف ان الموضوع فيه عبء مادي وعبء نفسي، وعارف ان هي محاولة دايما محفوفة بالمخاطر الاجتماعية والطبية والعائلية وكل دوت، والنفسية برضو مش لازم ننساها ابدا. ولكن الامل في ربنا سبحانه وتعالى لا ينتهي، والكلام اللي بنقوله دوت من شأنه ان هو يدي امل، ومن شأنه ان هو يفهمنا انه مش من محاولة حصلت هنقول ان دي نهاية العالم. لا، احنا بناخد المحاولة دي ندرسها ونحول الفشل دوت لنجاح حقيقي بالفعل. بشكر حضرتك جدا يا دكتور، استمتعت جدا بالبودكاست وبالحلقة دي، ومتأكدة ان كتير جدا من الناس اللي مستنيين او يعني في وجع الانتظار زي ما احنا اتكلمنا كده، الانتظار سواء كان لانهم يعملوا عملية حقن مجهري او انتظار نتيجة، اكيد هم كمان استمتعوا واتفرجوا على الحلقة دي بشغف. نشكر حضرتك جدا، وبشكر حضرتك كمان اكتر على اتاحة الفرصة دي ليا النهاردة في البودكاست. انا المتشكر خالص يا ريهام، ومتشكر جدا ان انت كنتي موجودة معايا النهاردة، ومتشكر جدا على الأسئلة الذكية واللي داخلة في أعماق المشاعر والعواطف بتاعت الناس أكتر ما هي. طبعا الأمور العلمية بنقدر نغطيها من وقت للتاني، لكن الأمور اللي انت فتحتيها النهاردة والمواضيع اللي انت فتحتيها النهاردة في منتهى الأهمية. والجانب دوت ممكن في ناس كتير بيغفلوا عن ان هم ياخدوا بالهم منه قوي أثناء رحلة العلاج بتاع المريضة. أنا اللي متشكر خالص ليك النهاردة. استنونا في الحلقة الجاية من بودكاست طب بجد مش هبد. أرد يعني؟ لا، هقولها تاني. ما أقنعتنيش أنا. قولي اللي انت عايزاه. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست الطب بجد مش هبد. الطب ولا ألف لام ولا من ايه؟ طب بجد. أوكي ماشي.